ليش اخترت هذه الرسالة اللي بتوصلها بالفيلم؟ وهل راح تاخذ نمط بالأفلام الجاية تناقش قضايا بالمجتمع زي قضية الوظائف؟ للأمانة الفيلم قصته أو فكرته جاتني من موقف حصل لي أنا. يعني أنا للأسف انفصلت من وظيفتي بسبب شخصية أجنبية في الشركة. كنت شغال في شركة وانفصلت منهم عام 2022. طبعا شركة اوكي. لها علاقة بالإنتاج وإنتاج الأفلام. اختلفنا في وجهات النظر، اختلفنا في أشياء كيف هم شايفين الشركة ماشية. أفتكر رحت للمدير الأجنبي قلت له شوف أنت حتروح بلدك بعد 3 سنوات 5 سنوات وما أعرف إيش تسوي، تفتح بقالة ولا تفتح كافيتيريا، بس أنا صانع أفلام، أنا حقعد هنا وأسوي أفلام. يعني أنت إذا حتمشيني مو فكرة إنه أنا ما حسوي أفلام، يعني أنا حروح أسوي أفلام. فبالفعل طلعت من الشركة وراسي مرفوع يعني، وسويت شركتي اسمها إيمن خوجة بيكتشرز وسوينا فيلم السنيور. والفكرة جات للأمانة مو على طول رحت بسوي فيلم عشان الموضوع ما جات، كان عندي 20 فكرة مطورها ايه وقاعد ايه. اقدم. فبعدين بعد ما قدمت لكل الجهات كلهم رفضوني ولا وريجكشن ومدري ايش ولا وما ينفع ومدري هنا الميزانيه عاليه هنا المدري ايش هنا المدري ايش. فبعدين كنت قاعد مع المنتج زميلي ايفان فبقول له يا اخي لو انا اجنبي، لو انا شعري اشقر وعيني زرقاء واسمي مايكل كان اعطوني الميزانيه ومشينا. فمن هنا جات الفكره.